سلطان، مساء الخير. هلا، حياك الله استاذ خالد. سلطان، بالتأكيد سبق الإشادة فيك عن طريق الجولة بأنك يعني تعمل بمهنية عالية. نشكرك أولا على تواصلك معنا واختيارك الجولة للحديث في أول يعني حديث عن موضوع كامل المر. السؤال باختصار سلطان، هل كامل المر الآن لاعب أهلاوي؟ نعم، كامل المر لاعب أهلاوي، لأن اتفق جميع الأطراف على انتقال اللاعب، النادي الأهلي والنادي الوحدة واللاعب. بس أنا أريد أن أوضح شيء. تفضل. بعد انتقال صفقة كامل الموسى للنادي الأهلي، الأستاذ عبد المعطي كاكي طلب مني الاجتماع بخصوص تمديد عقد كامل المر. نعم. فقال لي شوف ايش طلبات اللاعب، نبغى نجدد معاه لمدة 3 سنوات. فتكلمت أنا مع اللاعب، فقال لي أنا بصراحة لا أرغب في التجديد، وأنا ملتزم بعقدي مع نادي الوحدة لمدة سنة الباقية، وأنا حاب إني أنتقل من النادي. هو باقي له سنة، عفوا سلطان، باقي له سنة. باقي له سنة وشهر. جميل. فتكلمت أنا مع الأستاذ عبد المعطي كاكي، فقلت له إن اللاعب لا يرغب في التجديد، وإن اللاعب حاب إنه ينتقل، فالأصلح لك شوف إذا هذا النادي الوحدة يستفيد من اللاعب بدل ما يروح عليك بعد 6 شهور، ولا نادي الوحدة يستفيد إلا 5% من بدل التدريب. فكلمني ثاني مرة الأستاذ عبد المعطي كاكي، قال شوف اللاعب إيش طلباته ثاني مرة، حتى لو يبغى نزوده شيء أو ما. قلت له هو ما عنده مطالب مادية، اللاعب يرغب في الانتقال فلا يريد التجديد معكم. بعدين تكلمنا مع إدارة الأهلي وفي ناديين سعوديين، بس كان النادي الأهلي هو النادي الوحيد الجدي والعرض الأقوى للاعب والنادي أعتقد. بس قوة المفاوض الأهلاوي كان حاسم بالصفقة، وكان سخي بعرضه، وكان العرض الأنسب للاعب وللنادي، وتم انتقال اللاعب وبموافقة نادي الوحدة. بموافقة نادي الوحدة، نعم. يعني مثلا أنا قلت لك في البداية يعني أن الأطراف كلها كانت متفقة، يعني نادي الوحدة والنادي الأهلي واللاعب. طيب، وش تفسر اللي حصل الآن بصفتك وكيل أعمال اللاعبين؟ بالتأكيد مرت عليك كثير من مثل الأحداث، وش تفسرها؟ والله أنا ما أحب أتدخل في بين الأندية، ولا أتكلم باسم نادي عن نادي ثاني. نعم. أنا أتكلم عن اللاعب. طيب، أنت كوكيل أعمال لاعب، لو كان مثلا يعني نفهم أنه رئيس نادي الوحدة الآن بحث عن مصلحة النادي، لأنه اللاعب ممكن ينتقل بعدين كما قلت فترة حتى قبل فترة التسجيل الثانية، وبالتالي اللاعب يكون حر وينتقل بدون مقابل كما قلت. نعم، زي ما قلت لك أنا في البداية حبيبي، إن أنا تكلمت مع عبد المعطي كاكي وقلت له إن اللاعب لا يرغب في التجديد، فاللاعب بعد 6 شهور حيكون حر. فأنت احفظ حق النادي إذا تبغى. الأستاذ عبد المعطي كاكي حب يحفظ حق النادي، وإنه باع اللاعب، باع عقد اللاعب يعني. يبدو أن سلطان يعني أنت كوكيل أعمال لاعبين، إلغاء المادة 18 ستساهم في يعني تشكيل جو جديد الآن من المنافسة على اللاعبين برأيك؟ نعم، لأن كذا اللاعب يملك عقده. إذا انتهى عقد اللاعب، اللاعب هو المتحكم، اللاعب هو الأقوى. هذه مصلحتكم بالتأكيد أكيد مصلحة اللاعب. جميل.